5 كلمات الناس فهمتها غلط. 1. الموطة، اللي هي المثلجات أو الآيس كريم. هاي الكلمة مو معناها مثلجات، هذا اسم شركة إيطالية هي جيلاتي موطة، كانت أول شركة تجيب المثلجات للعراق، والعراقيين شلبوا بالاسم، عبالهم أي مثلجات هي موطة، بس شو نسوي تعودنا بعد. 2. جايزر، بالإنجليزي معناها النبع الساخن اللي يثور من شقوق كبريتية، ما أعرف شلون وصلت للسان العراقي وصار معناها سخان الحمام، بس مشت بعد. 3. تنمن، هاي قصتها من زمن الاحتلال البريطاني للعراق، كانت تجي قواني أرز مكتوب عليها تنمن، يعني هاي القونية تكفي 10 رجال، ومن يومها صار الاسم تمن. 4. سبلت، بالإنجليزي معناها منفصل أو مشطور، وهو اسم على مسمى الجهاز التبريد، لأنه يتكون من قطعتين منفصلات، قطعة برا وقطعة جوا. 5. أمازون، هاي الكلمة سويت عليها فيديو كامل، أغلب الناس عبالهم هي ماركة منتج معين، بس الحقيقة هو مجرد متجر إلكتروني عملاق الناس تعرض عليه منتجاتها وبس. شارك المقطع، خلي العالم تعرف هاي المعلومات، دوس لايك وشاركنا رأيك بالتعليقات.